مساء الخير على الأكيلة، معكم كريم من أكل الشارع مع الصحاب. طبعا كنا ماشيين أنا والصحاب، شفنا المطعم واسمه بيزو. مثل ما بيقول صاحب المكان إنه أطيب برجر راح أكله في أكتوبر، فخلينا نجربه مع بعض وأعطيكم رأيي فيه، وإن شاء الله يعجبني مشان أقيمه تقييم عالي، ولأنه صاحب المكان روحه حلوة، باين عليه كريم بالاكل. فخلينا نشوف مع بعض ويلا بينا. طبعا ورجعنا لكم مع وجبه ديمو برجر من عند بينزو، فخلينا نجربها مع بعض نعطيكم راينا. طبعا الوجبه طلبنا نحن ديمو برجر من عنده، هي كومبو سعره 230، بيجي معها كولا، الكثير من البطاطس. طبعا انا خليته يقسم لي اياها بالنص مشان اتهنى فيها واستطعم اكثر. طبعا هي سندويش المطعم نفسه بيجي هيك شكله بشاهي بصراحة، وانا بدي اجرب. هي بيجي معها بيكونج ومشروم ولحم خس وطماطم، وخلونا ندوق ونعطيكم رأينا. لا طيبة. هلا في ناس بتفكرني اني انا بعمل اعلان او عم بجامل، بس انا المطاعم الصغيرة على طول بشوف فيها نكهة الاكل الحقيقية، غير المطاعم الفخمة كتير فيها يعني شغلات تحسها انه لا اوفر زيادة. مثل المشروم، الفطر طيبة، البيكونج، اللحم مش مجمد، لا مبين لحم بلدي تمام، الخضار كلها فريش. عملت فيديو عن وهمي كان جدا سيء، بس بتمنى المطعم هون لا يحافظ على الجودة اللي هو فيها. ليش؟ لانه انا ما في شيء، ما لي شيء فيها ولا غلط. طعم البرجر الاصلي الحقيقي، البطاطس طيبه وسخنه، وبهارات البطاطس عنده طيبه. وقليل مطاعم تشوفهم يعني بيعملوا البرجر يعني بسرعه، لا كله بياخذ وقت. انا فعليا 10 دقائق والاكل سخن وحلو، ما في احلى منه. والشباب انه نفسيتهم حلوه كمان، بيضحكوا بيحكوا معك باسلوب جدا راقي، لا يعني كتير طيب. وبصراحه انا بنصح الكل يجربه، اي حدا من سكان اكتوبر او معدي على اكتوبر يجي لعنده ويجرب وراح يدعي لي، لانه الاكل بصراحه ممتاز. وتاخذ ساندويش كامبو مع كميه البطاطس والكولا وبرجر بشبع ب 230، لا جدا جدا سعر حلو. اتمنى الكل يجي ويجربه ويعطينا رايه. تقييمي لها لا مبالغه 10 من 10، ما في تخبيص، ما في صوصات كتير. في كتير مطاعم بدون ذكر اسماء بتلاقي الاكل عندهم يعني عباره عن صوص. انا ما بستطعم بطعم اللحم، ما بستطعم بطعم المشروم، لا بستطعم بس بالصوص. بينما هون لا، راح تحسن تفرق بين طعم الخضار وطعم اللحم وطعم الصوصات، راح تلاقي كل شيء مختلف. هون محور جمال عبد الناصر 6 اكتوبر، الممشى السياحي عند بنزو، طعم من كوكب اخر. كان معكم كريم من اكل الشارع مع الصحاب. لا تنسوا الاشتراك واللايك، كومنتات حلوه، والسلام.